السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى جايبه لكم كده حاجة حلوة قوي، كلنا بنحبها. والطعم حلو جدا، وهي الحمام الكذاب. هيعجبكم قوي ان شاء الله. هنعمله بطريقة ظريفة وسهلة وسريعة. لا هنسلق ولا هنحمر ولا هنقلي ولا اي حاجة، ولا هنحط بقى في زيت ولا الكلام ده خالص. ان شاء الله والطريقة هتعجبكم جدا. كلنا طبعا بنحبه، وبالذات لما يكون الرز بقى بالكبد والكلام ده. طبعا ممكن يتعمل بالفريك، بس احنا بنحبه بالرز. هنيجي نشوف الأول، أول حاجة التتبيلة بتاعت الحمام الكذاب. طبعا من الأفضل بكتير جدا نتبله على بيات، فأنا كنت متبلاه من قبلها. التتبيلة بتاعتي بصل، ملح، فلفل، 7 بهارات، توم بودر، بصل بودر، بفرم مع البصل طماطمايه، بابريكا، ولو عايزين هريسة شطة أنا حطيت معلقة هريسة شطة معاها. بس وخل طبعا، شوية خل. وتبلت الفراخ طبعا عندي الأول مغسولة كويس جدا، شايفينها زي الفل. متنشفة يعني متصفية قصدي، كويس قوي مفيهاش ولا نقطة مية. هنبدأ نتبلها كويس قوي من ناحيتين وتحت الجلد وكل مكان. وهسيبها، انا سبتها ليلة، ممكن تسيبها على الأقل ساعتين. يعني لو مش عايزة تسيبيها تعمليها من بالليل أو مستعجلة، على الأقل تتبيل ساعتين هتبقى أفضل بكتير جدا. يعني تنفع تتعمل على طول وكل حاجة، بس طبعا الطعم هيختلف، هيبقى فيه فرق في الطعم طبعا لما بتشرب من التتبيلة بتاعتها. مساج بقى كده وتتبيل من كل ناحية، ونحطها بقى في علبة او في حاجة ونغط ونقفلها ونحطها في التلاجة. عندي هنا انا شوحت البصلة لما اصفرت او بقت بني فاتح، انا عايزاها اللون ده. نزلت عليها بالكبدة. مش هقلبها كتير طبعا عشان ما تتهريش، تقليبة بس كده واسيبها شوية، وبعد شوية ابقى اقلبها بقى لما تمسك نفسها شوية علشان ما تتهريش مني. انا حطيت الكبدة الاول ليه؟ علشان انا سويت القنصة الاول، انا لقيت الطريقة دي اسهل بصراحة. فانا سلقت القنصة، سويتها الاول وبعدين قطعتها، بقت جاهزة عندي. لان الكبدة ما بتاخدش تسوية كتير، فلما اشوح الكبدة هنزل بالقنصة بعد كده. اما الكبده اتشوحت شويه الاول كويس، نزلت بالقنصه، خدوا تشويحه كويسه كده مع بعض. هنزل بالبهارات بتاعتي، ملح وفلفل، 7 بهارات وقرفه، ربع معلقه قرفه مش كتير. وبعدين هنزل بالرز. الرز طبعا حسب الكميه اللي انت عاملاها من الحمام الكذاب، بس انا مزوده رز علشان يفيد ناكله جنبه. يعني اكمل تسويته بعد كده وناكله جنب الحمام الكذاب، لان الولاد بيحبوا الرز ده. هسيبه بقى شويه لما كده، واقلبه كل شويه ياخد تشويحه كده حلوه مع الكبد والقوانص. شايفين لونه اتغير حتى شويه، غمق واختلط بالتوابل والحاجه. وبعدين هقوم نازله بالميه، ما بحطش ميته كامله، انا عايزاه 3/4 سوا، مش عايزاه تسويه كامله عشان يكمل تسويته مع الفراخ. بس كده هنغطي عليه ونسيبه لما يستوي. معلش المقطع بتاع اضافه الميه اتكرر مرتين، ما اخدتش بالي، معلش. وهنغطي على الرز ونسيبه بقى لما يستوي مع نفسه، يشرب الميه بتاعته كده ويستوي. شايفين شكل ده الرز شكل حلو الرز اهو، ازاي؟ شايفين شكله؟ مش عايزه اقول لكم الطعم شكله حكايه. حلو قوي ما شاء الله. طعمه والطعم حلو جدا، مش يعني عايزه تلات اقول لكم ارباع على سوا، طعمه مش وريحته ايه. مستوي قوي.
طبعا هو 3/4 سوا. على فكرة حتى لو استوى منك شوية مش هيعجن، لان احنا مش هنحطه في مية، مش هنسلق في مية، فالوضع هيفرق كتير يعني. هنبتدي بقى نحشي الحمام الكداب بتاعنا. يعني انا عشان بستخدم ايد واحدة، معلش لاني بصور نفسي. هنبتدي الاول نحشي الجزء المفتوح ده اللي هو من عند الدبوس. هنملاه الاول كله كويس، وبعدين بقى حطيت عليه من فوق وهبتدي الفه. لازم نلفه كويس ونضغطه كويس كده علشان ما يطلعش اللوز بتاعه. وبعدها بعد ما لفيته عندي اخدت معلقة صلصة عليها معلقة زيت وشوية مية صغيرين وملح وفلفل، وهقوم دهنة الوش بتاعه، دهنة كله يعني فوق وتحت، ورصتهم في الكيس الحراري بالشكل ده. دي بقى طريقة التسوية اللي قلتلكوا عليها. اولا لا في مية بقى هتعجن الرز، ولا هيفتح مني ولا هيتحرك من مكانه، وتحفة. طبعا رصيته الفتحة بتاعته لتحت، شايفين طالع شكله ازاي؟ ده هو لسه في الكيس، انا فتحت الكيس عشان ياخد وش، يعني هو كده كده خد وش بس عشان يتحمر زيادة. وده شكله بعد ما شلته من الكيس، شايفين شكله عامل ازاي؟ زي ما هو ما شاء الله، لا فتح مني ولا حاجة اتقطعت ولا اي شيء. والطعم في منتهى الجمال، والرز مش معجن، احلى من السليق بكتير جدا، واحلى من الصينية بصراحة. احلى طريقة جربتها، يا ريت تجربوها، ولو عجبكم بقى تقولوا لي رأيكم ايه. وان شاء الله انا واثقة انه هيعجبكم بإذن الله، لان فعلا كان طعمه حلو قوي. يا ريت بقى تجربوه، وما تنسونيش في اللايك والشير وكومنت حلو منكم، بيفرحني وبيسعدني. ويا ريت تشتركوا في القناة اللي مش مشترك، وده شرف ليا اكيد يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.